الدليل الكامل لراحة البال. في نوع من التعب ملوش علاقة بالمجهود الجسدي، تعب بيخليك صاحي من النوم وجسمك مكسر، صدرك مخنوق، وعقلك شغال كأنه مطبعة مش ملاحقة أفكار. لو انت الشخص ده اقعد معايا الدقايق دي، عشان الفيديو ده رسالة مخصوصة ليك عشان ترتاح. في رحلتي بقالي أكتر من 10 سنين في عالم الوعي والتشافي العاطفي، شفت آلاف البيوت والقلوب اللي اتهدد مش بسبب كوارث حقيقية، بسبب وهم القلق. افتكرت دلوقتي قصة عم محمد، راجل بسيط وجميل، جالي في جلسة كان بقاله 20 سنة مش بيعرف ينام غير بمهدئات. لما قعدنا نرجع بالزمن لقينا ان القلق بدأ مع اول مشروع عمله وخسر فيه. عقله وقتها خاف من الفشل والفقر، فقرر يعمل نظام حماية صارم. بقى يخاف على ولاده من الهوى، ويخاف من بكرة، ويخاف من المرض. عاش 20 سنة في سجن الخوف. ولما سألته يا عم محمد، هل الفقر جه؟ هل العيال جرالها حاجة؟ قعد يعيط وقال لي لأ، أنا اللي ضيعت عمري في الخوف من حاجات ما حصلتش. أنا مت في الخوف أكتر ما عشت في الحقيقة. عايزك تفهم السيناريو ده كويس. القلق ده عبارة عن إيه؟ هو طاقة خوف متخزنة في جسمك. عقلنا الباطن ذكي بس خواف. أول ما بيحس بتهديد، سواء فكرة عن المستقبل أو ذكرى من الماضي أو خوف من خسارة حد بنحبه، بيفرز هرمونات بتظبط جسمك على وضع الهروب والمعركة، fight or flight mode. عشان كده ضربات قلبك بتزيد وصدرك بيضيق. الذكاء هنا فين؟ انك ما تقاوحش القلق، المقاومة بتزوده. السر في القبول والتسليم. خليني اقولك على الروشتة العلاجية بتاعتنا. 3 تمارين عملية